ازيكم عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا بخير وفي أحسن حال. ما زال قانون الإيجار القديم يحتل صدارة اهتمام الملايين المصريين لأنه ملف تاريخي كبير ومهم جدا لكل بيت مصري. عشان كده النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن كل ما يخص هذا الملف، وهنعرض تصريحات رسمية مهمة جدا من رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، واللي أوضحت فيها حقائق هنجاوب على كل الأسئلة اللي بتدور في أذهان الناس. فلو ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وإذا كنت مشترك في القناة لايك وشير عشان يوصل لغيرك. خلونا نبدأ من السؤال الأهم، إيه اللي بيحصل حاليا في قانون الإيجار القديم؟ وضحت الأستاذة مي إن الحكومة مكلفة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بالقانون الجديد، والهدف هو توفير وحدات بديلة مناسبة لكل المتضررين بشرطين أساسيين: إنك ما تكونش بتتملك وحدة أخرى لنفس الغرض، وما يكونش صدر ضدك حكم بالطرد من الشقة القديمة. يعني باختصار، لو أنت ساكن في شقة إيجار قديم وما عندكش شقة تانية ملك ومفيش ضدك حكم بالطرد، فليك الحق إنك تقدم على وحدة بديلة. التقديم بيتم من خلال منصة مصر الرقمية، والكلام ده شارحينه على القناة إزاي تقدم خطوة بخطوة وبطريقة سهلة. بس لازم يكون معاك رقم الموبايل اللي هتسجل بيه يكون باسمك. وأول ما فتح باب التسجيل من يوم 13 أكتوبر تم رفع استمارة التقديم، وخلال أول أسبوع أكتر من 10,900 مواطن قدموا فعليا الاستمارة الخاصة بيهم. المرحلة الحالية هي مرحلة الحصر والتجميع والدراسة، ودي هتاخد تقريبا من سنة لسنة ونص. بعد كده هيتم ترتيب الأولوية واعتمادها من مجلس الوزراء، وبدء توزيع الوحدات على حسب الفئات المستحقة. إما عن سؤال الناس الدائم، هل في شقق فورية؟ الإجابة لأ، لسه مفيش شقق جاهزة فورية، لكن في مخزون متاح بالفعل داخل المحافظات والمدن الجديدة زي القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، وحدائق أكتوبر وغيرها. الأستاذة مي أكدت كمان إن الناس مش مجبرة تسيب شقتها فورا، لأن القانون بيدي مهلة 7 سنين، لكن اللي عايز يقدم دلوقتي على البديل ممكن يعمل كده بكل سهولة. طمئنت الناس إن الشقق الجديدة هتكون مناسبة من حيث المساحات والدخل. أغلب اللي قدموا ساكنين في شقق أقل من 100 متر بنسبة 82%، وده معناه إن أغلب البدائل هتكون في نفس المستوى تقريبا. إما عن الإيجار المتوقع للشقق البديلة، فهتكون حسب الدخل مش حسب المنطقة. يعني لو دخلك 6000 جنيه مثلا، القسط أو الإيجار هيكون في حدود 30% من الدخل، يعني حوالي 1800 جنيه في الشهر، وده النمط العالمي للإيجار. إما الناس اللي دخلها أعلى ممكن تختار أنظمة تانية زي الإيجار العادي أو التمليك بالتقسيط، وده ممكن يمتد لغاية 20 سنة تمويل عقاري بفوائد مدروسة ومناسبة حسب الدخل. كمان وضحت إن البرنامج ده اسمه بديل الإيجار القديم، مش مقتصر على محدود الدخل فقط، لكن بيشمل كل الفئات، والأولوية دايما للأسر ذات الدخل الأقل. وبالنسبة للمستندات المطلوبة فهي هتتلف في المرحلة التالية، وبيكتفي حاليا رقم عداد الكهرباء اللي هو الكود السداد الفوري، وبيانات الساكن. إما أصحاب المهن الحرة فيحتاجوا شهادة من محاسب قانوني لتحديد الدخل. ومن الإحصائيات الأولية حوالي 1% فقط من الطلبات كانت لأغراض تجارية أو إدارية زي المحلات والمكاتب، وده معناه إن الأغلبية للسكن فقط. الشقق الجديدة هتكون كاملة التشطيب مش نص تشطيب، عشان تناسب كبار السن والأسر اللي مش هتقدر تشطب بنفسها. أما جغرافيا فالأغلبية من القاهرة الكبرى والإسكندرية، وهيتم مراعاة قرب الأماكن الجديدة من المحافظات الأصلية قدر الإمكان. وفي النهاية نقدر نقول إن الحكومة ماشية فعلا في طريق حل مشكلات السكن والإيجار القديم بخطوات حقيقية ومدروسة، لكن كمان لازم كل واحد فينا يكون صادق في بياناته عشان الأمور تمشي بسرعة وعدل. فلو وصلت معايا لغاية هنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد.